السلام عليكم، وياكم بفيديو جديد من قلب اسطنبول. ورانا تمثال الاستقلال. هذا التمثال ما اعرف اليوم ليش قرروا انه يسدوه. بالعاده احنا يوميا نقدر نجي، بس اليوم غلقوه لانه دا اصور اليوم لهالسبب. يلا امشي. وياكم بالفيديو السادس او الفيديو السابع على القناه، ما اتذكر يا فيديو وصلنا. هالمره بدنا نستخدم ستاند تصوير، عمود الاهتزازات تكون اقل. وياكم الجايد رامي اللي خرب الفيديو اللي فات لانه ما عرف وين يودينا. فاليوم الرحلة علي، إن شاء الله ناويين نروح للبحر. طبعا كبداية احنا ما نعرف شنو نصور أو شنو الموضوع الفيديو راح يكون عنه، بس اللي عجبني التعليقات اللي دا تجي بأخير فترة على الفيديوهات من ناس ما أعرفهم، مع العلم أن الصفحة بداية جديدة تعتبر. هذا الشيء جدا أسعدني أنه أستمر ويخليني أطلع بهذا البرد أصور. فإن شاء الله الفيديو راح يعجبكم، وخلينا نشوف شنو راح تكون مغامرة اليوم. بس أنا مثل ما قلت حاب إنه أروح للبحر. أنت وين عاجبك تروح اليوم؟ I don't really know. It's really up to you. You're the guide today. تمام. أنا عاجبني أروح للبحر. Let's do that. آه تمام. هاي بوابة الثانوية الفرنسية، واحدة من أجمل المدارس باسطنبول. بوابات ضخمة، حتى السياج ضخم. هسه أخذنا كبة من واحد يعتبر من مشاهير الكبة اللي كان في كرمراش، المنطقة اللي صار بيها زلزال باسطنبول. باسطنبول وين؟ أقصد بتركيا قبل سنتين أعتقد. فخلينا نجربها ونعطيكم الرأي. نعصر عليها ليمون. أطيب شيء بالكبة إنه تعصر عليها ليمون صراحة. كلش طيبة، بس سعرها غالي. الوحدة ب 100 ليرة، يعني ايش قد تطلع بالدولار؟ دولارين ونص، أكثر من دولارين ونص. بس كلش طيبة، هي مستاهلة. بس ما مستاهلة مستوى الشهرة اللي هي بيه. يعني هي طيبة بس مو مال إنه يكون أشهر واحد بكرمرش صراحة. بس يلا خلينا نكملها ونرجع نكمل تصوير. طبعا قبل كم سنة توظفت بوظيفة، بس الوظيفة أنا ما كنت كلش أحب، اشتغلت بها يمكن شهرين. بس كان موقع الشغل حلو، كان بنص شارع الاستقلال. كان بالتحديد هاي العمارة، البلكونة الثانية اللي فوق. كان أحلى منظر ممكن أوقف فيه أشرب شاي الصبح قبل ما أبلش الشغل. كانت فترة حلوة صراحة. هذا واحد من أكثر المحلات اللي أول ما انفتح كنت متحمس إنه أجربه، خصوصا إنه يبيع حلويات ويبيع جلي ويبيع نستلة. ففتت عليه قبل فترة، اشتريت. انصدمت إنه مجرد ديكور والأسعار كانت نار. صراحة ما بي شيء غير مميز غير ذول، إنه مسويهم كبار بالمقدمة. طبعا من شفنا الصيادين تذكرنا واحد انا ورامي نعرفه، اخذ احسن طقم مال صيد.
وكان ناوي يجي على هذا الجسر ويصيد. ما صاد ولا مرة. ولا مرة. صار له اليوم 8 سنين ولا مرة استعمله وطلع صاد شيء. ما صاد ولا ما اصلا ما طلع من الباب. والله اليوم كان على اساس انه الهواء يكون كلش قوي ومطر وبرد، ورغم هذا قررنا انه نطلع ونصور. قلنا لازم اليوم نصور الفيديو لانه هاي عطلتي الوحيده اللي اصور بيها. بس سبحان الله قلت لروحي خليني اخذ نظارات لانه الشمس خاف تطلع. هذا يقول لي لا اليوم مطر ماكو شمس، فما جبت النظارات. هسه مدى اقدر افك عيوني على مود اصور. اخذنا سلفات سمك من هذا المكان، تعالوا وتعاملوا وياه لانه سعر اللفه 260 حسبناها ب 240. ناخذ طرشي. هاي مالت هسه ناخذ قلاصات طرشي. Boğaz turumuz 7 yaş altı çocuklarımız için. اخذنا الطرشي، هذا اطيب شيء ممكن تاخذوه من تجون الامنوني، لازم تجربوه، لازم تشربون المي مالته. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal بس ديروا بالكم من هاي لا 745 تطبوا بعينكم. yıldır süren Boğaz هذا السمك اخر مره اكلته يمكن قبل كم سنه؟ يعني 6 سنين وما نحبه، بس ما اعرف ليش اليوم على موتكم قلنا لازم نرجع ناكل من عنده. انا صراحه جاي على الطرش مو على السمك، بس بنفس الوقت سوالي عرض مغري 20 ليره خصم على اللفه، يعني اقل من نص دولار. رغم هذا وقعت بالفخ، فانتوا لا تسوون مثلي ابد. تمام مثل ما قلت ديروا بالكم من ذني من الشربون. خلينا نجرب اللفه، بس هالمره قلت له بدا يضيف له بصل لان هم عيبهم يحطون بصل بكميه مو طبيعيه. ما اخذنا ليمون، نسينا ناخذ ليمون. طيب اطلب من اخر مرة. هواي يمكن لانه بدون بصل. معناته اللي يجي وما يحب هواي البصل ولا خليه يلغيه. انا اتذكر هي البصل يحطون ويا سماق. ما ذاك هم كانوا يحطون بها شو بس نغيرها صار تبع. ما ادري احنا جواعه. هذا مستاهل اكثر من السمك صراحه. بيش بالك يا مو قلت لك عامله على السعر؟ مو قلت لك عامله على السعر؟ هذا السوق المغلق او السوق المصري مثل ما يسموه. هنا يبيعون النباتات ويبيعون الحيوانات الأليفة، يعني أقصد إن كان سمك طيور كل الأنواع. هسه احنا حاليا بأمينونو، هاي المنطقة اللي تجيها ملايين من السياح سنويا. تعتبر واحدة من أكثر الأماكن التاريخية اللي بتركيا، خصوصا إنه هي انبنت من العهد العثماني، حتى يمكن قبل العهد العثماني كمان موجودة. فهنا كل المباني إذا تنتبهون عليها تاريخية. هاي كانت نهاية الفيديو لليوم. طبعا أكيد لا تنسون الاشتراك والتعليق. أعرف كان الفيديو بسيط، بس هاي تعتبر البداية لأن بدنا نجرب الغراض. إن شاء الله بالأسبوع الجاي راح تكون أكو هواي فيديوهات أحلى. تعليقاتكم ولايكاتكم تسعدنا.